برج الجوزاء. برج الجوزاء من احسن الابراج الشهر ده الحمد لله. بص بقى يا جوزاء، الكواكب كلها قاعده في 3 بيوت من بيوتك. البيت التاسع بيت الحظ، بيتك العاشر اللي هو بيت السمعه وتحقيق الاهداف، بيتك ال11 بيت العلاقات والشراكات. فانت هنا عندك الكواكب كلها، التوليفه بتاعت الكواكب كلها موجوده في ال3 حاجات دول. يا بيتك التاسع اللي هو بيتك التاسع اللي هو هنقول عليه برج الحوت، وعندنا حاجات هتكون موجوده في برج الحمل، وحاجات تانية هتكون موجوده في برج الدلو. فانت عندك التوليفه دي بالثلاث، التاسع والعاشر وال11. انت لكن هو بيت الحظ لو في بيتك التاسع، بعدها هتروح على بيت تحقيق الاهداف اللي هو بيتك ال11، سوري بيتك العاشر هيكون بيت السمعه وتحقيق الاهداف، بيتك ال11 اللي هو بيت العلاقات والشراكات. فالشمس في اول 10 ايام او في اول 20 يوم هتكون موجوده في بيتك العاشر اللي هو برج الحوت ان شاء الله، والشمس هتكون موجوده في برج الحوت، وده معناه ان انت هيبقى عندك فرصه لتحقيق اهدافك، عندك فرصه ان انت تعمل سعي مستمر. الفتره دي هيكون فيها فتره حظوظ مستمره معاك كويسه جدا جدا. من اخر اسبوع في فبراير انا اقدر اقول لك ان الدنيا متفتحه معاك جدا يا برج الجوزاء الحمد لله، وهتقدر ان انت تتنقل لغايه يوم 20 لغايه يوم 20 مارس الدنيا هتكون كده، لان الشمس هتكون موجوده في بيتك العاشر. بعدها احنا عندنا بعدها هتروح لبرج الحمل اللي هو بيتك ال11. هنا بقى هتكون اكثر عقلانيه، هتكون اكثر قدره على اتخاذ القرارات بس بصوره منطقيه اكتر. هتقدر ان انت يكون عندك نجاحات، وعندك كمان اختيارات حلوه جدا جدا بسبب عطارد اللي هيكون موجود في برج الحوت، وده هيكون موجود هيتنقل بتاريخ 11 لبرج الحمل، وده معناه ان هو برضه هيكون موجود في بيتك ال11، وده بيديلك دعم جامد جدا لان احنا قلنا ان ده بيت السمعه وبيت تحقيق الاهداف. عندك علاقات جديده مع ناس جديده، ناس من نوع خاص، ناس انت ما قابلتهاش قبل كده، ناس باشكال جديده انت ما كنتش متخيل اصلا ان انت ممكن تقابلها، شخصيات هيبقى ليها دور محوري في حياتك بعد كده. يعني مش ناس هتقابلها اللي هي زي ما بنقول عليها كده علاقات لايت، لا مش هتبقى كده خالص، بالعكس الناس اللي انت هتقابلها في الفتره دي هتكون هي فتره توطيد علاقات كويسه، وهتكون ناس فارقه جدا في حياتك، وهتبقى سبب في تغييرات جذريه هتحصل في حياتك يا برج الجوزاء. الناس دي هتاثر في شخصيتك كمان، وهتكون اشخاص مميزين جدا جدا انت ما قابلتش حد زيهم بسبب التحركات اللي هتحصل. كمان عندك سمو في مركزك الاجتماعي، يعني الناس اللي كانت مستنيه ترقيات، الناس اللي كانت مستنيه عمل جديد بمرتبات جديده بمراكز جديده، ان شاء الله باذن الله هيبتدوا يحصلوا عليها. عندك بدايه من 11 مارس ان شاء الله زياده في الشهره، الناس اللي بتشتغل في مجال السوشيال ميديا، الناس اللي بتشتغل في مجال الاعلام، الناس اللي بتشتغل ممثلين، من اصحاب برج الجوزاء عندكم علو وعندكم سمو قوي جدا جدا ان شاء الله باذن الله، وعندكم طموح وعندكم علاقات حلوه قوي في الفتره دي. انا عن نفسي شايفه ان هي احسن فترات حياتكم يا برج الجوزاء، تزدادوا جاذبيه للرجال، رجال الجوزاء الجاذبيه والشياكه والجمال. اما سيدات الجوزاء العين عليكم مسلطه من كتر جمالكم، اللي هيشوفكم هيحسدكم على جمالكم. حاولوا دايما تلبسوا حاجه زرقاء زي ما بنقول علشان تقدروا ان انتوا تقولوا يعني في عين العدو زي ما بنقولها. حاولوا ان انتوا تعملوا اي حاجه للطاقه، البسوا احجار كريمه علشان تحوشوا عنكم العين شويه يا برج الجوزاء، لان سيدات الجوزاء هيبقوا مميزات جدا جدا بجمالهم الفتره اللي جايه وباناقتهم الشديده. عايزه اقول لك ان انت هيكون عندك تغيرات دي لصالحك، وده هيكون لغايه تقريبا 15 مارس. بعد كده هتبقى انت تحت المجهر. يعني ايه تحت المجهر؟ يعني في اقنعه هتبتدي تسقط عن الناس حواليك، هتقدر تحقق حاجات انت ما كنتش عارف تحققها قبل كده، بس طبعا لو قدرت ان انت تشتغل صح. في امر ما هيحدث وانت هتفرض سيطرتك فيه وهتاخد فيه قرار، وانت اللي هتكون منتصر فيه يا برج الجوزاء مش اي حد تاني. في حاجه بتمر بيها او هتمر بيها في الفتره القادمه، حاجه انت كنت بتفكر فيها بقالك فتره، لكن هيجي لك فرصه ان انت تتخذ فيها قرار الفتره اللي جايه، وانت هتاخد فيها قرار وهتكون انت صاحب القرار وهيكون عندك فيها انتصار. الناس اللي كانت واقفه في محاكم علشان نفقات انتوا عندكم انتصار في الشهر ده. الناس اللي كانت واقفه علشان طلاق في محاكم او واقفين في خلع او واقفين في اي حاجه ليها علاقه باحكام قضائيه منتظرينها، الاحكام جايه في صالحكم يا اصحاب برج الجوزاء ان شاء الله باذن الله، وبشرونا بده.
الناس اللي هي كانت عندها مشاكل مع الشريك هتتحل، حتى لو انت بتحاول تحل بصوره وديه ان شاء الله باذن الله عندك حلول، وانت اللي هتكون سيد القرار في الموقف ده. لكن اخر 10 ايام اللي هو بتاريخ 21 الدنيا هتكون شويه اصعب، لانه الشمس هتتنقل من برج الحوت هتروح على برج الحمل، وهنا ده هيكون في بيتك ال11، وكمان هيكون معاهم بعض الابراج. ده غير كمان ان المريخ هينتقل لبرج الحوت من برج الدلو اللي هو بيتك التاسع، هيروح على برج الحوت، وهنا هيكون في بيتك العاشر. وده بيدي لك شويه حاجات بقى اقول لك خلي بالك منها، شويه انكشاف في الاسرار اللي انت ما كنتش عايز حد يعرفها عنك يا برج الجوزاء. فخلي بالك لو انت عندك حاجه عايز تداريها ما تتكلمش مع حد في اي اسرار، لان الحاجه اللي انت هتقولها النهارده بكره الدنيا كلها هتعرفها، هيوزع سرك من الاخر. فخلي بالك من ده جدا. عندك كمان اشتغل على امور محدده في حياتك، ممكن ناس كتير تبقى عينها عليها وتبقى عايز تعرفها، في ناس كتير هيبقى عندها فضول علشان تتدخل في حياتك الشخصيه. حاول ان انت تداري على نفسك شويه، وزي ما بنقول داري على شمعتك عشان تعرف تقيد. انت من الناس اللي برجها خفيف او نجمها خفيف زي ما بنقول يا اصحاب برج الجوزاء. الحسد عليكم بيبقى سهل جدا وبيجي لكم بسهوله على ابسط الاشياء، فعشان كده بقول لك دايما تحصن بالقران، وحاول ان انت تتحصن بذكر الله، وطبعا تحصنوا بالاحجار الكريمه، وحاولوا ان انتوا تعملوا ميه بملح دايما خلال الشهر ده، لانه فعلا انتوا هتحتاجوها. في ناس جديده هتدخل لحياتك، وهتبقى ناس فاصله جدا جدا في حياتك يا برج الجوزاء في الفتره دي. لكن اللي انا بقدر اقوله لك، حاول ان انت بتاريخ 23 لغايه تقريبا يوم 1/4 ما تدخلش حد في حياتك الا لما تبقى عارف اصله وفصله. ما تحكيش اسرارك لاي حد، حاول تحافظ على نفسك، وحاول ان انت تداير شويه على شمعتك علشان ما تتحسدش يا برج الجوزاء. نشكركم بشده ونقول لكم كل عام برضو انتم بخير، ونستناكم ان شاء الله في الشهر القادم توقعات شهر ابريل، واتمنى لكم شهر كله سعاده وبركه وفرحه. سلام.